كان مفتوح نص فتحة، والضلمة مش ضلمة عادية، كانت تقيلة، كأنها واقفة، كأنها مستنية. صوت المسجل اشتغل لوحده من غير ما ألمسه. التسجيل رقم 2. أنا ما شفتش غير واحد. الصوت كمل: لو الباب اتفتح قدامك يبقى حد خرج أو حد دخل. نفسي كان مسموع، مش من التسجيل، من ورايا. لفيت ببطء، الممر كان فاضي، بس الأرض كان عليها أثر رجل واحد بس. الصوت قال: هو مش وراك، هو قدامك. رجعت بصيت على الباب، الضلمة اتحركت، مش خيال، مش وهم، اتحركت فعلا. المقبض لف تاني، الباب اتفتح أكتر، والهواء بقى أبرد، كأن المكان نفسه بيتنفس. جملة جديدة اتسجلت: اللي بيسمع للنهاية بيبقى جزء من التسجيل. قلبي وقف لحظة. يعني ايه جزء من التسجيل؟ المسجل طلع صوت تشويش، وبعدين صوت مش غريب، صوتي أنا دخلت الغرفة وما كنتش لوحدي. رجعت خطوة لورا، أنا ما قلتش الجملة دي قبل كده، إزاي صوتي متسجل؟ الصوت الحقيقي في الأوضة قال: أنت لسه ما خرجتش. الباب اتقفل مرة واحدة، الضلمة اختفت، والمسجل سكت. في آخر ثانية نور أحمر صغير ظهر على المسجل، ورقم جديد كتب نفسه: 3. لو وصلت لحد هنا يبقى أنت كملت معانا بعد الصفر. لو القصة شدتك اشترك في القناة وفعل الجرس عشان الجزء الجاي ممكن يجاوب أو يزود الأسئلة. واكتب في التعليقات لو كنت مكاني كنت هتفتح الباب بالكامل ولا كنت هتجري. نهاية الجزء الثالث. والسؤال الأهم: لو صوتك اتسجل قبل ما تتكلم، مين اللي سبقك وقاله؟